لماذا أصبح كأس إفريقيا حلما ملحا لدى الجماهير المغربية؟ ولماذا لم نتوج بهذه الكأس إلا مرة واحدة فقط في تاريخنا رغم مرور أسماء كبيرة وأجيال ذهبية؟ ولماذا نحمل هذا الجيل الحالي مسؤولية التتويج في وقت امتلكنا فيه أجيالا لا تقل قيمة ولا موهبة كجيل عزيز بودربالة والتيمومي وجيل النيبت وحجي على سبيل المثال؟ هل المشكل كان في اللاعبين أم المشكل كان في المسؤولين أم المشكل في الظروف أم شيء آخر؟ إليكم التفاصيل. بداية نبدأ بتاريخ مشاركات المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا اللي وصلت حوالي 20 مشاركة عبر التاريخ ديالو. يعني رحلة طويلة فيها الفرح صراحة اللي قليل والخيبات اللي كثيرة. أول مشاركة كانت سنة 1972 في النسخة التي أقيمت بالكاميرون، يعني كانت صراحة فيها البداية متواضعة. البداية ديال المشاركة أقصي المنتخب المغربي من الدور الأول، لكنها كانت بداية الحضور المغربي قاريا. بعد 4 سنوات فقط جاء الموعد التاريخي سنة 1976 في النسخة التي أقيمت بإثيوبيا وبنظام بطولة مصغرة. دخل المغرب بجيل ذهبي صراحة، جيل أحمد فرس وبابا والشباك، وتمكن من احتلال الصف الأول والتتويج باللقب القاري الوحيد في تاريخ المغرب. بعد ذلك توالت المشاركات لكن اللقب لم يأتي. سنة 1986 في النسخة التي احتضنتها مصر وصل المغرب إلى نصف النهائي قبل أن يقصى أمام المنتخب المصري بهدف دون رد، يعني في المباراة الشهيرة التي أقيمت في استاد القاهرة صراحة، وكانت مباراة لها ولها وما عليها ما عليها صراحة، وشهدت جدلا تحكيميا كبيرا لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير المغربية. سنة 1988 احتضن المغرب البطولة على أرضه، يعني بمدينة الرباط والدار البيضاء، والامال كانت كبيره، لكن الخروج جاء في نصف النهائي امام الكاميرون في مباراه تهم فيها التحكيم بالانحياز وسط اجواء عنف وضغط كبير في فتره كانت فيها الكره الافريقيه تدار بتوازنات معقده وسيطر فيها عمالقه مثل الكاميرون ومصر ونيجيريا وتونس، خصوصا ان الفتره ديال عيسى حياته كانت فتره فساد. بعد ذلك دخل المغرب مرحله مشاركات متذبذبه، جيل بعد جيل النيبت وحجي. لا، الأجيال كانت قوية صراحة، لكن جاءت الإقصاءات والخيبات وغياب صراحة التتويج. سنة 2004 في تونس بقيادة بادو الزكي اقترب الحلم صراحة من جديد ووصل المغرب إلى النهائي، لكنه خسره لتتواصل بعدها سلسلة النكسات الإفريقية. ومنذ ذلك الحين رغم مرور أجيال يعني جيدة وموهوبة ورغم الحضور المتكرر لم يستطيع المنتخب المغربي العودة إلى منصة التتويج ولا حتى تكرار إنجاز 1976. وهنا يطرح السؤال الكبير: هل المشكلة يعني صراحة في الأجيال أم في التفاصيل الصغيرة، أم أن كأس إفريقيا كانت دائما أصعب مما نتصور، أم كنا كأس إفريقيا هل كنا مثلا واش حنا ما كناش بالدارجة المغربية، واش حنا ما كناش تنبغيو هاد كأس إفريقيا ولا ما كناش باغينا، أو كنا نخوض هاد كأس إفريقيا مثلا كاستعدادا لكأس العالم؟ صراحة هذا السؤال هو اللي نقدروا نجاوبوا عليه، نحاولوا نجاوبوا عليه في هذا التقرير هذا. صراحة إذا رجعنا لتاريخ مشاركات المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا سنلاحظ معطى مهم، هو أن المغرب لم يكن دائما يتعامل مع كأس إفريقيا كهدف أول في فترات كثيرة، وخاصة خلال الفترات اللي كانت تتزامن مع كأس إفريقيا مع كأس العالم، وكان المغرب تستعملها نوعا كمحطة إعداد أو بروفا للرهان الأكبر هو كأس العالم. يعني رغم والدليل لذلك هو أن الجيل ديال 1986 وصل يعني الدور الثاني في كأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقي تيدوز لهذه المرحلة صراحة. كذلك غياب جدية صراحة الكاملة في التعاطي مع كأس إفريقيا كان عاملا مؤثرا إلى جانب عامل آخر لا يمكن تجاهله،
وهو صراحة الظروف الإفريقية في تلك المرحلة. يعني كانت الكاف تعيش تحت هيمنة واضحة لمنتخبات بعينها ولجامعات بعينها ولاتحادات بعينها كالاتحاد المصري والاتحاد التونسي والاتحاد الكاميري، وعلى رأسها صراحة عيسى حياته اللي كان رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك. وهو ما خلق يعني حسب كثير من المتابعين يعني توازنات وضغوط وأحيانا قرارات تحكيمية لم تكن دائما في صالح منتخبات مثلا مثل المغرب. لهذا لم يكن الإقصاء دائما مسألة مستوى داخل الملعب أو مسكنة لاعبين، بل خليطا من سوء تدبير وغياب أولوية وظروف يعني صراحة ظروف قارية معقدة. ومن هنا نفهم لماذا رغم مرور أجيال قوية جدا صراحة ظل لقب كأس إفريقيا بعيدا عن خزائن الكرة المغربية. بعد الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي عام 2022 بقطر وصوله لنصف نهائي كأس العالم واحتلال المرتبة الرابعة، أصبح الكأس الإفريقية مطلب يعني صراحة جماهيري ملح، خصوصا مع هذا الجيل الحالي الذي يعتبر أفضل جيل مرة في تاريخ الكرة المغربية، خصوصا وأن نسخة كأس إفريقيا هذه المرة منظمة على أرضنا في المغرب، وجميع الظروف مهيئة سواء من حيث الطقس والملاعب والمبيت أو التنظيم العام. بالمقابل بعض المنتخبات الإفريقية الكبرى بدأت تعرف تراجعا صراحة واضحا مثل الكاميرون، نيجيريا، غانا، تونس، مصر، مما يجعل فرصة سانحة للمنتخب المغربي لاقتناص هذه الكأس على أرضه. بالإضافة إلى أن بعض المنتخبات أو بعض الدول وخصوصا الجيران أصبحوا يعيرون بها بأننا لم نستطع الفوز بكأس إفريقيا رغم هذه النهضة الكروية التي يعرفها المغرب. فحيث أصبح من الضروري أن نرفع الكأس ونثبت قوتنا صراحة أمام الجميع. وكل هذه الضغوط والتحديات يعني أخذها السيد وليد الركراكي وهذا الجيل الحالي على عاتقه. فوليد الركراكي أكد فيما مر أن هذه الكأس ستكون مغربية. ما غاديش تجيبوا احسن مني باش ديو هاد لا كوب دافريك، بغيتو ولا ما بغيتوش قلقوا. أنا مغربي أول حاجة أنا مغربي، ما غاديش يجبروا لي غيبغي البلاد أكثر مني هكا، ولا واحد آخر كيبغي واحد اللي عنده العينين زراق وغيرتاح هو في الكنابي ديال اتيديو على شاف واحد قاوري جيبوه ماشي مشكل. شوف ديما كنقولها، ولكن أحسن مني باش يدي هاد لا كوب دافريك أنا نخلي البوز ديالي، أنا اللي كيأمني هي المغرب تربح. شفتيه أنا أول سوبورتير ديال المنتخب هو أنا غير بغيت نشوف حكيمي يدي الكاس. دونك ولا كاينين شي وحدين اللي كيبان لهم اللي بيب غوارديولا يجي ويدينا الكوب دافريك ولا أنشيلوتي ولا كلوب ولا شي واحد اخر، انا والله انا نجلس قدامه نقول له الله يحفظك غد تجيب لنا الكوب دافريك. حك انا قادر عليها بلا ما تجيبوا هذا اللي كتقولوا. انا كنت قادر عليها كنت مشيت في حالي. ونتمنى ذلك صراحة، ونتمنى للمنتخب الوطني والجيل الحالي صراحة بأن يفرحنا وأن يفك عقدة هذه الكأس الإفريقية ونجيبها ونخليها في الدار. تحياتي لكم وحظ موفق للمنتخب الوطني المغربي. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.